تلقائي لو سألتك هو مين ثعلب الكرة المصرية هترد عليا بخيارين: حمادة إمام أو حازم إمام. بس السؤال المهم، مين فيهم الثعلب الحقيقي؟ المفاجأة إن ولا ده ولا ده. ثعلب الكرة المصرية الحقيقي وأول ثعلب كرة هو سيد الدزوي، لاعب النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، أول لاعب كرة قدم مصري يوصل لقائمة 100 هدف. تاريخ كبير، والنهاردة في تاني حلقاتنا من الحكاية وخلاصتها سيد الدزوي. اتولد محمد التبعي في 1926 في بورسعيد، شارع التلاتيني، أحد أرقى شوارع بورسعيد وأحلاهم وأجملهم. الدزوي قدر يدخل مدرسة النيل الابتدائية، وقتها قدر يبهر الناس ويسحرهم بجمال لعبه، كانوا بيطلقوا عليه باسم ديزي الصغير لأن كان بيشبه لأدائه أداء ديزي لوكيت لاعب نادي فروسي البورسعيدي. مع مرور الوقت ديزي اتحولت لدزوي، ومن هنا تيجي انطلاقة الدزوي الحقيقية لما دخل مدرسة بورسعيد الثانوية. في واحدة من ماتشات دوري المدارس كان موجود كابتن حسين دياب، كان وقتها مدرب نادي المصري، دون اسمه في نوتة، وراح بعد الماتش فورا رئيس النادي عبد الرحمن لطفي عشان يطلب يتعاقد مع النجم والجوهرة الدزوي. وفي سنة 1943 اتقيد الدزوي في الفريق الأول للنادي المصري عشان يبقى من لاعب هاوي لواحد بينافس كبار الأندية مع النادي المصري. وبدأ الدزوي بطولاته في سنة 1943 عشان ياخد دوري منطقة القنال 6 سنين ورا بعض، ووصل لنهائي كاس مصر 3 سنين مع النادي المصري سنة 1945 و47 و54. الدزوي قاد المصري في أعظم فترات المصري وقتها، وعلى المستوى الفردي الدزوي قدر ياخد لقب هداف الدوري، كان الأول في تاريخه للدوري المصري وفي نادي المصري. بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 في لعبة كتيرة من المصري مشوا بعد الاتفاق بين عبد الرحمن لطفي باشا رئيس نادي المصري مع أندية القاهرة زي النادي الأهلي ونادي المخطط اللي هو الزمالك دلوقتي، وانتقل الدزوي للنادي الأهلي سنة 56 57 وبدأ رحلته مع الأهلي لمدة 4 مواسم. قدر ياخد مع الأهلي 3 بطولات دوري من سنة 57 لحد 61، وكاس مصر مرتين سنة 58 وسنة 61. واخر بطولة للدزوي كانت ضد الزمالك سنة 61 في نهائي كاس مصر لما الاهلي وقتها كسب الزمالك 2-0. وقتها الدزوي سجل الهدف الثاني. بعدها الدزوي رجع لبورسعيد، بس تصريحاته عن النادي الاهلي ما وقفتش لما قال ان النادي الاهلي هي المؤسسة الرياضية والترابط الاخلاقي الشامخ والشامل، وادارة الاهلي كانت على اعلى مستوى، وكمان اللعيبة قمة ومثل في الاخلاق والتماسك بالمبادئ، وان الاعوام الستة اللي لعبها في النادي الاهلي لم يشعر لحظة واحدة بانه غير ابن من ابناء هذه النادي. الدزوي دور هام جدا مع المنتخب. بداية الدور ده كانت سنة 1948، وقتها المنتخب حقق المركز الرابع في أولمبياد لندن، وشارك برضو في أولمبياد هلسنكا سنة 1952. فازت مصر على تشيلي وقتها 5، والدزوي قدر يجيب 3 اجوان، وبرضو فاز مع المنتخب بذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الأولى كانت وقتها في اسكندرية سنة 51، ونجح في قادة المنتخب إن هو يكسب 7 على إيطاليا وقدر يسجل منهم جونين. من الحاجات الجميلة كانت في تصفيات هلسنكا كان في مباراة بين منتخب مصر ومنتخب الدنمارك، كانت على ملعب الجيش في العباسية. وقتها كان حضر المباراة دي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولي عهد الأردن الأمير حسين بن طلال. وقتها انتهت المباراة في وقتها الأصلي 1-1. وقتها استدعى حيدر باشا كان رئيس اتحاد الكرة وقتها الدزوي، وطلب منه هو جمال عبد الناصر ان يفوزوا بالمباراة، واذا فازوا ليهم مكافآت خاصة. وقدر وقتها المنتخب يفوز 2-1 على منتخب الدنمارك، كما وعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ادى مكافأة لجميع اللعيبة 10 جنيه. وقتها 10 جنيه دي كانت 10 جنيه دهب. وقبل اولمبياد هلسنكا كانت جولة للمنتخب في اوروبا، وقتها كان في مباراة بين منتخب هولندا ومنتخب مصر. مباراة منتخب هولندا ضد منتخب مصر كانت حاضرها ملكة هولندا، والمباراة اللي خلصت 5-4 لمنتخب مصر. وقتها ملكة هولندا أثارت بإعجاب الدزوي وتخيلته كالساحر في أرضية الملعب،
كانت تعتقد ان جوه جزمته مغناطيس، لدرجه ان هي بعد المباراه نزلت الملعب وراحت تتكلم مع الدزوي يقنعها ان جزمته ما فيهاش مغناطيس. وقتها اتصدرت صحف اوروبا المقابله العظيمه دي. وراء اللعيبه كان في كتير جدا، مثلا يكن حسين نجم مصر ونادي الزمالك اللي قال ان اخطر مهاجم لعب ضده كان الدزوي، وعلى حسب كلامه ان كان بيستخدم طفاشه يفتح المتارس الدفاعيه. والدراويش رضا اللي قال ان الدزوي هو المثل الاعلى ليه. وان حماده امام نجم نادي الزمالك قال ان عمره ما وصل ربع مستوى الدزوي. محمد بدوي نجم خط وسط النادي المصري اللي قال لم ارى لاعب في حياتي مثل الدزوي. في سنة 1991 يوم 24 ديسمبر توفى الدزوي عن عمر يناهز 65 سنة، وتوفت معه قدم ساحر بمعنى الكلمة. من هنا كانت تنتهي أسطورة جديدة. الدزوي خد ألقاب كتيرة جدا، خد دوري القناة 6 مرات، وخد دوري القاهرة 3 مرات، وكاس مصر قدر يحققه مرتين، وحقق انجاز لحد يومنا ده مفيش قادر لاعب يحققه. خد هداف الدوري 3 مرات. ومن هنا تنتهي حلقتنا التانية من الحكاية وخلاصتها. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا كومنت عايزين مين في الحلقة الجاية.